قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه. الماهر هو الذي يعني يحفظ حفظا متقنا، يحفظ حفظا متقنا مع العمل به، حافظ متقن وعامل به. وهكذا كل حديث سيأتينا في فضائل القرآن فإنما هي للحافظ أو للقارئ والعامل، للقارئ أو الحافظ والعامل بالقرآن. فإذا هنا الحافظ هو الحافظ الماهر، هنا الحافظ المتقن، وهكذا العامل به، حفظ وعمل. ولهذا جاءت رواية يعني زيادة في البخاري تبين لنا معنى الحافظ، معنى الماهر. قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهو حافظ له. إذن الماهر الحافظ المتقن مع إيش؟ مع القيام به، مع العمل بالقرآن. قال مع السفرة. السفرة قال النووي هم الملائكة الكتبة، سفرة ككتبة وزنا ومعنى، سافر كاتب، سفرة كتبة، فهؤلاء الملائكة الكتبة الكرام البررة. البررة قال النووي رحمه الله تعالى وهو المطيع، جمع بر وهو المطيع. هذا بالنسبة للماهر الذي قد سهل عليه قراءة القرآن من حفظه، وهذا الحفظ حفظ متقن، فهذا مع الملائكة الكتبة الكرام البررة.